بنرجع لإيجيبشن نيرز. أنا بسيب. موضوع حلقة النهارده هو البيرسونال ايدنتيتي. إيه؟ البيرسونال ايدنتيتي. عمرك فكرت إن أنت من 5 سنين مش نفس الشخص دلوقتي؟ أو مش هتكون نفس الشخص بعد 5 أو 10 سنين؟ عمرك فكرت إن صاحبك لما يجي يقول لك بلوم قوي أنت اتغيرت قوي يا صاحبي يكون بيتكلم حرفيا؟ خلايا جسمنا بتتجدد بشكل مستمر وبسرعات مختلفة بحسب نوع الخلية. حتى الجهاز العصبي وخلايا المخ بتغير الوصلات اللي ما بينها وبيحصل لها ميوتيشنز بشكل مستمر. فهل لو انت من 10 سنين هو نفس الشخص دلوقتي بعد ما كل خلايا جسمك اتغيرت؟ موضوع السيلف ايدنتيتي موضوع كبير وفلسفي حبتين، عشان كده هياخد معانا اكتر من حلقه. موضوع حلقه النهارده هي قصه قديمه جدا. بلوتارك. اشمعنى؟ لا هو اسمه كده. بلوتارك فيلسوف يوناني عمل ثوت اكسبيرمنت بيتكلم فيها عن سفينه او سفينه ثيسيوس. سفينه ثيسيوس ابحرت من المينا في رحله طويله جدا، وكان كل ما جزء يبوظ منها كان يستبدلوه طاقم السفينه بجزء طبق الاصل من جزء للاصل، لحد ما ترجع السفينه المينا تاني بعد ما تخلص رحلتها يكون كل اجزائها استبدلت باجزاء جديده. السؤال هنا، هل سفينه ثيسيوس اللي ابحرت هي سفينه ثيسيوس اللي رجعت؟ قبل ما تجاوب على السؤال ده افتكر ان انت ما تتغيرش كتير عن سفينه ثيسيوس، حتى لو انت ما بتعرفش تعوم. مش بس جسمك، عقلك وافكارك وثوابتك وحتى ذكرياتك في تغير مستمر. هل انت من كام سنه هو انت دلوقتي؟ ولو فرضنا ان في حد جمع اجزاء سفينه ثيسيوس، او انت من الماضي سافرت ليك دلوقتي، انهي فيهم هي سفينه اصليه ومين فيكم انت الاصلي؟ زي ما قلت الموضوع فلسفي حبتين ومفيش اجابه قاطعه على السؤال هل انت بتفضل انت ولا انت ما بتبقاش انت. في علماء كتير وفلاسفه كتير اتكلموا في الموضوع ده، وكل واحد فيهم له نظريه مختلفه عن ايه اللي بيخليك انت نفس الشخص. فكروا في الموضوع شويه وقلنا رايكم في الكومنتس واحنا هنرد عليكم لحد الاسبوع اللي جاي. موضوع حلقتنا الاسبوع اللي جاي هنتكلم عن هل اللي بيخليك انت هي ذاكرتك. ما تنسوش تشوفوا كل المراجع موجوده في الديسكربشن بتاع الفيديو. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وسبسكرايب واتفرجوا على فيديو مره اللي بتتكلم فيه عن ليه احنا بنحس بالبرد، ونشوفكم الاسبوع الجاي. باي.